السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده بقى كل سنة وانتم طيبين كده. هنعمل مع بعض شوية تجهيزات كده لرمضان، شوية عصاير. طبعا الفيديو ده يعني لكل الناس طبعا. بس الأكتر الناس اللي هي الناس اللي ميزانيتها بسيطة أو ضعيفة. انتوا عارفين طبعا اهتماماتنا في القناة هنا بالميزانيات الضعيفة يعني، أو الميزانيات البسيطة اللي طبعا نفسها تعمل كل حاجة قبل رمضان زي بقية الناس كلها. بس ميزانيتها ما تسمحش. طبعا كلنا بقينا كده دلوقتي، بقت الميزانيات كلها ضعيفة مهما كانت كبيرة، بس الميزانيات كلها بقت ضعيفة. نفسها تعمل كل حاجة طبعا وتحضر برضو وتجهز زي كل الناس لرمضان، بس ميزانيتها مش سامحة ان هي تعمل كده. هقولك بقى في الفيديو ده ان شاء الله ازاي تجهزي كل حاجة لرمضان من غير ما تصرفي كتير ان شاء الله. بصوا كده، انا هنعمل النهارده شويه حاجات بقى حلوه جدا. هعمل لكم حاجه النهارده اختراع كده. هنعمل اسانس البرتقال مع بعض في البيت بطريقه حلوه جدا وسهله جدا. طبعا دي ما شفتش حد عملها قبل كده، انا بعملها على طول يعني كل سنه من سنين، وتبقى حلوه جدا. واحنا مع بعض كده هقول لكم هنعمل ايه ان شاء الله. نكمل مع بعض بس الفيديو الاخر عشان في حاجات ان شاء الله هتنفعكم في الاخر. المهم هنا انا جبت شويه جزر قطعتهم كده زي ما انتم شايفين. بتقطعي بقى اي تقطيع عشوائي يعني، بس ما تخلوش تخين عشان ما ياخدش معاكي وقت على النار. قطعت الجزر بقى هنا كده واحطه في حله واحط عليه شويه ميه وهنحطه على النار. عبال ما الجزر يتسلق معانا هنقشر البرتقال. هنا انا جايبه ايه 3 برتقانات. طبعا احنا ايه هنقشر البرتقال. بصوا قشره تبقى رفيعه خالص زي ما وريتها لكم كده، تبقى رفيعه خالص، لان القشر ده هنعمل بيه شويه حاجات حلوه قوي النهارده يعني، هنعمل بيه اختراعات كده. بس المهم القشره ما تاخديش القشره البيضه معاكي، لا زي ما انتم شايفين كده هناخد القشره الصفراء بس. فرقي ايدك على قد ما تقدري. بصوا بقى اهم حاجه ان احنا لما نيجي نفرز نكون مجهزين الكياس بتاعتنا، طبعا مجهزين العلب اللي هنحط فيها، عشان ايه نبقى كل حاجه جاهزه كده تحت ايدينا تمام. ما تجيش تفرزي تلاقي ما عندكيش كياس، ما عندكيش علب تحطي فيها، فلازم نكون محضرين حاجتنا الاول. هنقشر البرتقال زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نشيل القشره البيضاء ونقطعها ايه طرنشات كده، او اي تقطيعه عشوائيه انت حباها يعني. المهم دلوقتي انا مش عامله كميه كبيره ليها، هقول لك بقى، لان احنا قلت لكم الفيديو ده للناس اللي ميزانيتها مش قادره ان هي تفرز كميات كبيره جدا من الفاكهه في لرمضان. فانت دلوقتي مثلا جبتي برتقان للبيت عندك، خدي منه برتقانتين او 3 وابتدي فرزيهم. جبتي فراوله، خدي مثلا ايه كام حبايه كده فراوله اعملي بيهم كيس واحد بس. جبتي مثلا في ايه تاني بتفرز اليومين دول، جبتي موز مثلا، خدي لك مثلا 4 وحدات كده من الموز اللي فيهم زي ما هو كده في كيس زي ما هو بقشره، وحطيهم في كيس وحطيهم في الفريزر. يبقى كده فرزتي، هتلاقي نفسك عملتي مثلا 3 4 5 6 اكياس من الفاكهه من غير ما تحسي بيهم، من غير ما تضغطي على الميزانيه بتاعتك، وفي نفس الوقت انت ما ضغطتيش نفسك وقفتي طول النهار في المطبخ عشان تفرزي شويه فاكهه رمضان. انا على فكره ما بفرزش فاكهه كتير لرمضان. انا بعمل من كل نوع كيس او كيسين بس لرمضان. يعني انت لو فرزتي من كل حاجه كيس او كيسين هيبقى معاكي مثلا حوالي 6 7 8 اكياس حلوين جدا لرمضان، كفايه جدا. لان احنا رمضان مش بيجي شهر واحد في السنه. العصاير بتبقى موجوده طول السنه، فاحنا طول السنه بنشرب عصير. لكن الخروب بقى والدوم والسوبيا والحاجات دي ما بتجيش غير مره واحده في السنه، ما بنشربهاش غير في رمضان بس حقيقي يعني. فانا بقضي معظم رمضان بصراحه بالمشروبات التانية دي. لكن ان انا افرز رمضان كله افضل كل رمضان اشرب عصاير، لا ما بعملش كده. بحب اشرب اصلا الخروب والحاجات دي اكتر في رمضان يعني. هتلاقي ناس كتيره كده يعني، لكن الفاكهه موجوده طول السنه. هنا قشر البرتقال اللي شلناه بقى هتسيبيه هنا في اليوم. طبعا انا ده كنت عاملاه يمكن بقاله حوالي 4 ايام سايباه بره في المطبخ. حطيه بقى في المطبخ على الرخامه على التلاجة في اي حته عندك في المطبخ لغايه ما ينشف خالص ويطلع الميه اللي فيه تنشف. وبرده عايزه اقول لك ان انت ممكن تحطيه في الفرن، بس بعد ما تسيبيه كده يوم او يومين بره في المطبخ. خدي بقى كده حطيه في الفرن على سخونيه الفرن، ما تحطوش في الفرن وتشغليه على الفرن عشان لونه ما يغمقش معاكي. زي ما انتوا شايفين كنت من شويه كده بكسره معاكي لغايه ما تلاقيه بيتكسر كده، بيتكسر معاكي حتت يعني. فتكسريه كده تاخديه بقى وهو بيتكسر معاكي بعد ما نشف خالص خالص ما يكونش فيه اي ميه. زي ما انتم شايفين بقى كده هناخده نطحنه في مطحنه الخلاط وهنصفيه. هنعمل بيه النهارده شويه اختراعات كده يعني. هناخده هنصفيه زي ما انتم شايفين كده بمصفى تكون ضيقه عشان ايه تنزلنا البودره الناعمه بتاعته. هنعمل بقى كده كله بنفس الطريقه كده. بس اهم حاجه ان انت ما يكونش طري، ما يكونش طري. ده قشر سفنج على فكره على قشر برتقال الاتنين مع بعض. انا كنت شايلاهم يعني، مش ده اللي انا مقشره معاكم النهارده، لا احنا ده كان هبقاله حوالي 4 ايام سايباه في المطبخ لغايه ما نشف خالص. وبعد كده اخدته وحطيته على سخونيه الفرن، نشف بقى قرمش خالص كده.
هناخده بقى نضربه كله في الكبه زي ما انتم شايفين كده. وبصوا بقى هنا هناخده نصفيه بمصفى ناعمه خالص، بحيث هننزل البودره بقى اللي تحت هنعمل بيها حاجه، واللي فوق ده طبعا مش هنترمي، احنا ما بنرميش حاجه. هناخده برضو اللي فوق ده هنعمل بيه وصفه تانية حلوه جدا جدا هتعجبكم يعني. تمام. هنا بعد ما صفينا اهو ده بقى كده اخدناه زي ما انتم شايفين كده، وهنعمل منه حاجه تانية دلوقتي. عايزه اقول لكم برضو ان انا عامله لكم برضو فيديو حلو جدا، تفريزات رخيصه جدا من الفراخ يعني. هتكفيكي يعني تلت شهر رمضان كده بمبلغ قليل جدا. الفيديو ان شاء الله هينزل لكم، انا منتجاه ومصوراه كله تمام، بس انا مش عايزه انزله دلوقتي. عايزه بس ايه اسيبه يعني قرب رمضان شويه، يعني احتمال انزل لكم بعد الفيديو ده او بعده بفيديوهين كده، على اساس ان انا ايه تفريزات اللحوم لسه شويه ما بفرزهاش دلوقتي يعني. فانا عايزه انزلكم على وقته عشان تبقي جاهزه تعمليه على طول ان شاء الله. المهم بقى انا خدته بقى كده زي ما انتوا زي ما انتوا شايفين اهو كده. هنصفيه كله بمصفى ناعمه، وهقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. بس لو لسه بقى مشتركتيش في القناه عندي، يا ريت تشرفيني بالاشتراك في القناه، وتضغطي على زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل حاجه جديده بنزلها. وما تنسوش تكتبوا لي تعليق حلو منكم كده، وتعليق بذكر الله، وما تنسوش اللايك يا جماعه. بصوا شايفين بقى البودره دي البودره اللي احنا طحناها دي الناعمه بقى اللي صفيناها، شايفين بقى عامله ازاي. هنعمل منها النهارده وصفات حلوه جدا، وهقول لكم هنستخدمها في ايه، وهقول لكم برده التانية دي هنستخدمها في ايه. دي بقى اللي احنا ايه دي اللي هي الخشنه اللي هي فضلت فوق في المصفى اللي ما اتصفتش، مفيش حاجه هتترمى. هنا بقى انا جبت نص كوبايه زيت سخنتها على النار، وهنحطها عليه على الخشن ده كده زي ما انتم شايفين. هي المفروض انا معلش الزيت سخن مني شويه، بس المفروض ما تسخنيش الزيت قوي كده يعني، يسخن بس مش درجه ان هو يبقى كده يعني. فانت ما تسخنهوش بقى كده، هو زي ما انتم شايفين بقى كده. بس هو برضو عطى نفس النتيجه على فكره، حلو جدا جدا جدا. وهقول لكم برضو ده هنستخدمه في ايه. بس ما تنسوش بقى لسه ايه، لو عجبتكم الفكره دي اعملوا لايك. تمام. بصوا بقى، بصوا هو لسه ما عملتش اي حاجه، بصوا ده لون ازاي الاصفر لون البرتقال، وفي نفس الوقت ريحه تحفه يعني قلب ريحه الشقه كلها. تمام. ده هتسيبيه بقى كده لغايه ما يبرد. ده بقى اسانس البرتقال يا جماعه، ده اسانس البرتقال او زيت البرتقال اللي هو ايه بيتعمل بيه البسكوت، وبيتعمل بيه بتحطيه على بسكوت العيد مثلا. انا بحضر كل ده كل سنه بعمل منه كحك العيد بسكوت العيد. تعملوا منه اي بسكوت عادي في الايام العاديه. طبعا الحاجات دي كلها هتنفعك، هقول لك برده دلوقتي. بصوا انا عايزه اوريكم بس شكله عامل ازاي وهو لونه كده يعني. بصوا انا سبته بقى يبرد شويه، هوريلكم بقى بعد ما يبرد هنعمل لسه هنكمل فيه يعني، هو والتاني لسه هنكملهم. فالمهم هنا انا جبت بقى شويه سفنجي كده عشان برضو ايه افرزه من رمضان. كان عندي برضو سفنجي، انتوا عارفين برضو زي ما قلت لكم فرزت كميه كبيره، انا بفرز من كل حاجه كيس او كيسين بس. فهنجيب بقى السفنج هنقشره زي ما انتم شايفين كده. والمهم في السفنج انك تشيلي الخيوط البيضه اللي من بره دي، عشان دي بتخليه يمرر معاكي في العصير. وهقول لك برده ازاي دلوقتي عشان تخلي السفنج ما يمررش معاكي في العصير. هنا هتقشريه كله كده زي ما انت شايفه. وطبعا القشر بتاعه هتاخديه برده تحطيه مع قشر البرتقال اللي احنا قشرناه، وتسيبيه برده لغايه ما ينشف. وبعد كده تدخليه برده في الفرن مع زي ما عملنا بالظبط في قشر البرتقال هنعمل في قشر السفنج، هتحطيهم الاتنين مع بعض. تعمل الاتنين مع بعض بيدوا يعني طعم وريحه خرافه يعني. انتوا عارفين طبعا السفنجي ريحته اقوى من ريحه البرتقال كمان، فبيبقى احلى في الحاجات دي من البرتقال كمان. فما نرميش حاجه. ممكن على فكره تاخدي القشر ده تحطيه في بخاخه وتمليها ميه، ويبقى معطر على فكره البيت. ممكن تغلي تحطي قشر السفنجي ده في حله وتغليه، وبعد ما تغليه تصفي من الميه بتاعته، وتاخدي الميه دي تحطيها في بخاخه وتنضفي بيها. عندك اي حنفيات ستانلس، عندك البوتاجاز، الحاجات دي كلها بتبقى حلوه جدا في التنظيف. فيعني احنا ما بنرميش حاجه خالص طبعا انتوا عارفين. فما فيش حاجه بصراحه يعني ربنا خلقها سبحان الله من جوه ومن بره ملهاش فايده يعني، سبحان الله فعلا يعني. ما ننساش ذكر الله طول ما احنا قاعدين طبعا. وايه لسانتنا عامره بذكر الله. احنا في شهر رجب ايام مفترجه، والحسنات بتضاعف والسيئات بتضاعف، فنزود الحسنات بتاعتنا كده طول ما احنا قاعدين. نذكر الله كتير على قد ما نقدر. الدعاء مستجاب جدا يا جماعه. والدعاء يعني الشهر ده اسمه شهر الاصب، لان ربنا بيصب فيه على عباده الرزق يعني. طبعا انا مش داعيه ولا اي حاجه، بس انا ايه بحب اجتهد في اعرف امور ديني كويس، فبحب اجتهد في الحاجات دي واعرف يعني امور ديني كويس، ببحث عنها وبعرف من زمان يعني، وابحث عن امور ديني عشان اتعلمها كويس طبعا، لان احنا هنتحاسب اللي احنا ما اتعلمناش امور ديننا.
فالشهر ده ادعوا كتير، الدعوات مستجابة بإذن الله. فادعوا، استغفروا كتير، اقروا قرآن كتير، كل ده الحسنات بتتضاعف يعني. المهم زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم، انا بشيل الخيوط البيضه دي وهفصصه بقى كده كله. هفصصه ليه؟ عشان هفرزه كده، انا مش هعمله عصير، انا هفصصه زي ما هو كده. وانا بفصصه ليه بقى؟ اللي الناس بتسالني انت بتفصصيه ليه، هقول لك انا بفصصه علشان خاطر البذر اللي جوه ده هو ده اللي بيمرر معاكي العصير. يعني بذر السفنجي بيمرر معاكي العصير مع الخيوط البيضه دي، فانا بفصصه عشان اشيل الخيوط البيضه اللي بينه دي، وعشان اشيل البذر كمان. بس انا بصراحه مش هلحق اشيل معاكم البذر النهارده، لاني بشتغل، بصوا بجري كده عشان النور هيقطع. وانتوا عارفين دلوقتي الدنيا شتاء، والمطابخ حتى مهما كان فيها شباك بتبقى مضلمه، لان الدنيا بتبقى مغيمه، مفيش شمس زي الصيف تنور يعني. فالله المستعان بقى. فانا بس هوريكم الفكره كده بس، وبعدين انا هقعد بقى ايه، ما النور يقطع كده افصصه انا ايه مع نفسي. فانت السفنجي هتجيبيه، هتقشريه زي ما شفتي كده، وتفصصيه، وتشيلي الخيوط البيضاء اللي ما بينه دي، وتشيلي البذر بتاعه، وتحطيه في علبه او في كيس في الفريزر. وبعد كده عايزه برضو تحطي ضعف كميته، او تتخنيه شويه، او تحطي له تزودي القيمه الغذائيه بتاعته بالجزر. هتعملي نفس اللي عملناه في البرتقال، هنغلي الجزر وهتضربيه برضو معاه في الخلاط. بس انا بصراحه الجزر اللي عندي كان على قد البتاع ده بس يعني، كان على قد البرتقال. فانا ايه قلت اعمل بيه البرتقال، وبعد كده لما انزل تاني ان شاء الله هبقى اجيب جزر تاني واعمل منه ايه، هسلقه كده بس واحطه مع السفنجي على جنب كده في علبه لوحده كده، وبما اجي اضربهم الاتنين مع بعض. طبعا ما ينفعش تشيلي السفنجي زي ما هو كده بعد ما تقشريه بحاله كده كبير، لان اما تيجي تضربيه في الخلاط مش هتحطي السفنديه بحالها، لا، فكده يبقى اسهل عليكي كده. فصصيه حتى فصين 3 مع بعض كده، بحيث ان انت تعرفي تشيلي الخيوط البيضاء، وبرده ما ياخدش معاكي ايه مكان يعني. وبرده قشر السفندي بغليه وبهرسه كده بالهاند بلندر او في الخلاط، تضربيه في الخلاط بعد ما يتهرس معاكي جامد، وبيبقى عامل معاكي زي المعجون كده. وبشيله في لتنظيفات الفراخ، على فكره بيبقى تحفه جدا، تحطي منه معلقه على ميه النقع بتاعه الفراخ او اي شوربه، بتبقى تحفه وبتشيل اي زفره. ان شاء الله هعمله معاكم قريب باذن الله في اي فيديو قريب جاي كده. بس انا بقى هشيله كده، مش هضربه يعني، لان برضو السفنجي من الحاجات اللي بتضربيها وتشيلها في الفريزر بتمرر. فانا هشيله زي ما هو كده عشان ما يمررش، وهضربه بس ايه يعني، ان شاء الله ما اجي استخدمه هكون محضره الجزر وسلقاه، واحطه كده في الجزر مع الجزر يعني في الخلاط، واضربهم على طول. يا اما هضربه باي هو كده مع نفسه من غير اي جزر، من غير اي حاجه، بيبقى حلو برضو. تمام، انا قلت بس ايه اديكم الفكره، وبعد كده انا بقى هشيل ايه البذر كله اللي جوه. تمام. بس برضو العصير البرتقال الجزر من الحاجات اللي غير البرتقال، من الحاجات اللي انت لازم تشيلي يعني تضربيها في ساعتها وتتشرب في ساعتها عشان ما تمررش معاكي في الفريزر. بس هنشيلها بقى كده الكميه طبعا زي ما انت عايزه تزودي الكميات دي بتاعتك، انا بس مجرد بديكي الفكره وانت تعملي الكميات اللي تناسبك. الناس بقى اللي ميزانيتها بالشهر مثلا ميزانيتها تسمح ان هي تجيب مجموعه فاكهه، هاتي بقى انزلي هاتي لك كده من كل نوع حتى كيلو، واعملي وشيلي بقى رمضان. هنا كان الجزر ضرب معايا في الخلاط. طبعا تخليه يتهرى خالص عشان يبقى سهل معاكي في الخلاط. هتاخديه بقى كده نحطه بالميه بتاعته كده زي ما هو، هنحطه في الخلاط بالميه بتاعته، ونديله ضربه كده حلوه. واستنى ما احنا بنضرب بقى هننزل بقى معانا ايه بعد ما نحط السكر بتاعنا ونضربه ضربه الجزر، ننزل الواحد مش مجمع مش عارفه ليه هننزل بالبرتقان بتاعنا واحده واحده كده. انا بحب اديله ضرب الاول، وبعدين انزل بالبرتقال ايه على مرتين 3 كده، عشان ايه برضو الخلاط ايه يبقى يمشي معاكي كويس يعني. برضو دوقي سكر وانتي بتعمليه كده عشان تشوفي ان كان محتاج منك سكر ولا لا يعني، عشان ما ترجعيش تعبي في الكيس وبعد كده تلاقي ايه ان هو محتاج منك سكر. فايه حاولي تدوقي على قد ما تقدري اي حاجه انتي بتعمليها قبل ما تفرزيها. بضربه كده وبزود بقى ايه زي ما انتم شايفين كده حبات حبات على مرتين 3 بس كده، عشان ايه اول ما تلاقيه ابتدى يتعامل معاكي عشان الخلاط بس ايه ما يتملاش على الفاضي. بس زي ما انتم شايفين كده حبه حبه، وفي الاخر ايه باخده بقى بصفيه في مصفى. طبعا لازم يتصفى كويس عشان احنا مش ضاربين يعني انت لو عامله البرتقان مصفياه عندك مثلا، اللي هي بتاعه البرتقان دي، المصفى بتاعه البرتقان اللي هي اللي بالكهرباء دي، مش هتصفيه، هتعملي حطي عليه جزر واضربيه بس كده. لكن لو انت ما عندكيش زي بتاعه البرتقان دي وضربه البرتقال في الخلاط كده مع الجزر، لا لازم يتصفى البرتقال، من الحاجات دي لازم تتصفى عشان الالياف اللي فيه.
طبعا يعني مش كل العصاير بتتصفى، لا يعني مثلا لو مانجا مش هتصفي المانجا، بالعكس المانجا هتعوزي تحطي قطعه مانجا عشان ولادك يقولوا لك فين يا ماما زودي قطع المانجا يا ماما. لكن البرتقال لا، هقول لك اللي انت حاطاه لنا دوت، فلازم ايه تصفيه كويس جدا. اهم حاجه بس وانتي بتفرزي تكوني من الدنيا مرتب، من المطبخ مترتب حواليكي كده والدنيا مترتبه حواليكي، والمواعين اللي تطلع منك اول ما تخلصي اي نوع خدي المواعين بتاعتك اغسليها على طول، وما تستخدميش حاجات كتير يعني. حاولي تستخدمي مثلا بوله واحده بولتين، اغسليهم واشتغلي فيهم تاني عشان ما تلاقيش اما بتخلصي تلاقي المطبخ مكركب حواليكي ومواعين كتير. لا لا لا، الحاجه اللي تخلص منك طلعيها على طول. انا هنا جبت طبق حطيت فيه ايه الالياف اللي بتطلع دي كده بعد ما صفيت عشان ما افضلش ايه رايحه جايه. بس هنا بقى اتصفى معانا بقى كده. هناخده بقى ايه، طبعا قوامه حلو يعني لا تقيل ولا خفيف زي بتاع ايه، اتقل من بتاع كمان الجاهز بره، ولونه تحفه يعني وطعمه كمان تحفتين. بس كده ناخده بقى تعبيه بقى في اكياس على حسب الايه اللي انت بتحبيه. مثلا لو انتوا بتحبوا كلكم عصير برتقال هتعملي كيس كبير، لو انتوا ما بتحبوش مثلا اعملي على قد مثلا فرد او فردين اللي هم هيشربوا البرتقال. انا عملت بقى كده هيعملوا معايا حوالي 3 اكياس، حجمهم كويس جدا يعني. زي ما قلت لك تعملي من كل نوع فاكهه كيس او كيسين، بجانب بقى طبعا الخروب والدوم والسوبيا، الحاجات الكركديه والحاجات الحلوه بتاعه رمضان دي. يعني زي ما قلت لكم هي بتيجي مره واحده في السنه، فلازم ايه نعملها يعني الناس اللي هي بتحب الحاجات دي. الناس بقى اللي ما بتحبش الحاجات دي لا، فكتري بقى ايه من الفاكهه شويه. تمام. بس احنا بنحب طبعا المشروبات دي في البيت كلنا بنحب مشروبات رمضان اكتر بكتير من الفاكهه في رمضان يعني. يعني ممكن اعمل مرتين ثلاثه بس عصاير فاكهه في رمضان، الباقي كله بيبقى خروب وحاجات من دي، هنعملها مع بعض ان شاء الله باذن الله قبل رمضان. هنا بقى زي ما شفتوا بقى كده انا جيت اللي كنا عاملينه اللي هو حاطين عليه الزيت، انا صفيته بمصفى ناعمه جدا ونزل معانا الزيت ده بقى. ده اسانس يا جماعه تحفه تحفه تحفه. هتعملي منه اي نوع بسكوت عندك، هتعملي منه بسكوت العيد، اي نوع بسكوت عندك عايزه تعمليه بالبرتقال هتحطي منه. برضو هينفعك في لو عملتي منه كيكات في الصيف بدل ما تشتري تانج بقى وتعملي كيكات بتانج وكده، هيبقى ده موجود عندك. برضو البودر بقى التاني اللي احنا عاملينه ده برضو هتاخدي منه معلقه على برضو تعملي منه كيكات، تعملي منه البسكوتات والحاجات دي. فمن الحاجات اللي هتنفعك جدا. الاصفر ده بقى اللي هو البودر ده ممكن تحطي عليه سكر، بس تحطي كميه يعني مثلا الحبه دول حطي عليهم كوبايه سكر وقلبيهم وحطيهم في برطمان، ده يبقى معاكي تانج اصلي يعني تانج احلى من التانج اللي بتشتريه من بره، اللي هو التانج والفروتي والحاجات البرتقال دي. ده هيبقى طعمه اقوى واحلى كتير. هتاخديهم هتحطي منهم معلقتين على كوبايه ميه وقلبيهم حلو كويس جدا وغطيهم وسيبوهم شويه كده ياخدوا ويدي مع بعض كده 10 دقايق، وبعد كده صفيه بمصفى واشربي احلى تانج. مش عايزه تصفيه واشربيه كده بس سيبيه شويه ياخد ويدي مع بعض، وبعد كده قلبيه واشربيه بيبقى معاكي احلى تانج طبيعي في البيت. بس هنا بعد كده بقى هنجيب، هنا كان عندي برضو شويه فراوله كده، قلت رحت ايه سرقه منهم حبه كده، قلت ايه اشيلهم بقى ايه على جنب كده رمضان. انا ما بشيلش يعني زي ما قلت لكم ما بجيبش كميات كبيره واشيلها، لا انا كل ما اجيب فاكهه بشيل منها يعني كيس واحد. فانا ايه كان جاي جوزي ربنا يكرمه كده ويبارك له كان جايب لنا فراوله، رحت واخده منهم ايه حبه كده، رحت مقطعاهم كده زي ما انتم شايفين وهشيلهم برضو ايه في كيس في الفريزر. الفراوله برضو عايزه ممكن وانت شايلاها مثلا ممكن تشيلي معاها موزه او موزتين تضربيها تعملي كوكتيل يعني، يا اما على بعض يا اما تحطي الموز لوحده وتعملي مثلا تصبي في الشوب مثلا نص الكوبايه موز ونص يعني حبه وحبه حبه وحبه موز وفراوله، بتبقى حلوه جدا وبتغيير، والولاد كمان بيحبوا الحاجات اللي هي بيبقى شكلها مختلف كده يعني. تمام. انا بحب انا طبعا الفراوله بضرب معاها بنجر في الخلاط، فانا كان انا عندي بنجر شايلاه في الفريزر، فلما باجي اضرب بقى الفراوله باخد معاها ايه شويه بنجر من اللي انا سلقاه ومفرزاه معاكم، هاخد منه حبه واحطه على طول. تمام. فانت لما تيجي تشيلي الفراوله حاولي لو انت مش عندك بنجر في الفريزر حطي معاها في العلبه حته بنجر صغيره كده، هيبقى يديها لون حلو جدا ومش هيبان خالص ان انت حاطه، بالعكس هيديها قيمه غذائيه عاليه وفي نفس الوقت هيديها طعم وهيتقلها شويه كده وهيخليها حلوه يعني، مش هيبان خالص ان انت حاطه بنجر معاها يعني. بس هنا حطيتها بقى في علبه، عايز تحطيها في علبه تحطيها في اكياس، بس اهم حاجه زي ما قلت لك تكوني محضره حاجتك اللي انت هتحطي فيها. دي العلب دي بتبقى حلوه جدا ومنجزه جدا على فكره وبتنظم الفريزر، وممكن ما تشتريهاش يعني انت لو جبتي جبن اي حاجه فيها العلب دي اغسليها وشيليها ما ترميهاش. زي ما انتوا شفتوا كده بقى كده جهزنا كل الحاجات بتاعتنا. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده بالفيديو. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وانتظروا بقى ان شاء الله في حاجات كتيره جدا لتجهيزات رمضان هنعملها مع بعض كده ان شاء الله. افكار حلوه جدا لازم تكون موجوده في بيتك قبل رمضان من غير اي تكلفه باذن الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.